الدكتاتور. يعني اولا الدكتاتور ده لازم يبقى رئيس عشان يبقى دكتاتور، هو ما بقاش لسه. واللي بيحصل ده يعني لما يتعلق بقى صور حمدين صباحي وتملى مصر، ده بيخلقوا دكتاتور؟ برضو شيء جنوني. يعني طب ما تشوفوا، دي من الامور البسيطه جدا والمعتاده جدا والطبيعيه جدا، الدعايه الانتخابيه. اصل في مجات عليها صوره السيسي، اصل في شوكولاته عليها السيسي، اصل مش عارف في دبابيس عليها السيسي. بجد بتتكلم بجد؟ يعني انت رايك ان دي صناعه للديكتاتوريه، ولا دي ظاهره حب جماعيه كاسحه للشخصيه دي ودعايه لها في الانتخابات ودعوه لها للرئاسه؟ يعني عايز اتفرج على اوباما دلوقتي، شوفوا ورونا صور اوباما يا جماعه في الدعايه الانتخابيه بتاعته. يا ريت اشوفها هنا. هل ادي ماشي، يلا ادي واحده الثانيه. ده الراجل بايدن اللي هو النائب الرئيس بتاعه، ماج محطوط عليه ماشي. غيره ادي الضباط والعساكر بيسلموا. الحق لو السيسي بقى طلع بصوره زي دي، يا خبر اسود ومطين ب60 طين. لو صورة زي دي جت للسيسي وهو بقى لابس مدني وبعدين ولا وماشي، ولا حتى بقى رئيس، ويطلع له العساكر يسلموا عليه يا سلام، صناعة الفرعون ابن اللذينة. طيب غيرها ايه رأيكم؟ صنع في الولايات المتحدة الأمريكية. ده لو جبنا برضو السيسي وعملنا كده صنع في مصر، الدكتاتور المستبد الفرعون. يا بتوع المج يا أولاد المج، مش معقول. لا بقول لكم الحد الادنى من المنطق مش موجود، غائب تائه. طيب نشوف بعده، نشوف مين تاني. ساركوزي اهو، صور ساركوزي برضه ابن لذينه، فرعون مستبد ازاي عنده الصوره الكبيره دي اللي قد الحيطه دي. يا سلام. طيب ادي يعني دي نماذج عابره جدا ومحدوده جدا. احنا لو فتحنا في الانتخابات الامريكيه والدعايه واللي بتحصل الدبوس على المش عارف ايه على المج، جنون من الدعايه، كلها عباره عن دعايه معبره اما عن حب الجماهير المؤيده لاوباما وقتها او جورج بوش او اي كائن ما يكون بقى من المرشحين، وتلاقيهم في حملته حاطين الصور بتاعته على صدرهم، او تلاقيهم بيوزعوا والناس بتتخانق على صوره. طبيعي ومشروع جدا. ليه لما بيجي مصر، لما يحصل الظاهره دي في مصر مع السيسي، انا اسف مش تصل في مصر، تصل مع السيسي، تبقى بنت لذينه ديكتاتوريه فرعونيه؟ الله. ورونا الصور بقى بتاعت الانتخابات اللي فاتت دي، الانتخابات الرئاسيه اللي فاتت. ابو الفتوح ايه رايكم في على هواك يعني؟ على قلبكم طبعا ليمون، على عصير الليمون، يعني حاجه جميله خالص. ابو الفتوح ده يعني وسمته طبعا على قلبكم زي العسل، مش صلاه فرعون ولا حاجه. ازاي؟ وده ناس بتحب ابو الفتوح وبتدعوا له ولا؟ طب ما يعني اهو يا سلام. برضو لو السيسي عمل ده، يا خبر اسود. ويقول لك ايه؟ اصل في اجهزه، طب بذمه، او في ناس اصل رجال اعمال بيتبرعوا وبيعملوا، وانا مثلا لما بيعملهم فتوح اهو، خلي وقف لنا الصوره دي. ايه ده؟ ايه ده يا جماعه؟ انقل بقى، شيل صوره ابو الفتوح من كل ده وحط السيسي، يبقى نهار ابونا ازرق، يبقى ديكتاتوريه ونظام قديم، ويبقى عماله وخونه، وادي الاجهزه، وادي الديكتاتوريه، وادي صناعه الديكتاتور، وادي كل. ليه؟ عشان ما يصحش مرشح زي السيسي يبقى له كده صور زي دي. ايه ده؟ ازاي دي تبقى ديكتاتوريه؟ ده يبقى فرعونيه فظيعه رهيبه. انما ابو الفتوح ولا غيره نعمل له المجاد ويبقى حاجه جميله خالص. ويقول لك ده الترس ابو الفتوح. طب انت طلع حد يقول الترس السيسي، سنه امه سوده. او انت بقى بقول لك بمناسبه الاتوبيسات دي، ويقول لك رجال اعمال، اصل حمله السيسي ورجال اعمال. وليه هو مش في رجال اعمال مولوا حمله ابو الفتوح؟ ومولوا في حمله حمدين، ومولوا في حمله شفيق. برضه اشمعنى هنا تبقى جميله ولطيفه ومحمد مرسي يمولوا، ومش في راجل اعمال هو اللي هتحمل حمله محمد العوة كامله من اولها لاخرها كده سندوتش؟ انما التبرعات لهم تبقى جميله ولطيفه وديمقراطيه. انما لو حمله السيسي هتعمل بقى ورجال اعمال يدفعوا، انهم النظام القديم. طب ايه رايك ان في
رجال اعمال، وانا ممكن اقول بالاسماء، ممكن اقول بالاسماء. والمفروض الورق ده موجود مع اللجنه العليا للانتخابات على فكره.